هاي هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بدأنا بقى في تجهيزات العيد. هنا بقى عملنا المرة اللي فاتت الكعك، دلوقتي هنعمل البيدي فور. شايفين ما شاء الله دايب وهش وفي نفس الوقت مش خشن ومش يعني مش مهري، مظبوط على الشعر. هنبدأ بقى في المقادير. معنا هنعاير بالكوباية، هنعمل سمنة على زبدة. عايزة تعملي سمنة بس براحتك، عايزة تعملي زبدة بس براحتك، ده على حسب رغبتك. بس هو بصراحة سمنة على زبدة طعمه تحفة. زي ما انتوا شايفين هنا اخدت معايا كوباية من السمنة. هنعاير كوبايتين من الزبدة وكوبايتين من السمنة لكل كيلو دقيق. لأربع كوبايات من السمنة أو الزبدة أو الاتنين على بعض زي ما انت تحبي، وليهم كوباية من السكر وأربع بيضات، اتنين منفصلين واتنين كاملين. تمام زي ما انتوا شايفين، وما تزوديش السكر عن كده علشان ما يجرش معاكي، لان السكر بيخلي القوام بتاعه ان هو يخشن ويبقى فيه جرشة كده وناشف. تمام زي ما انتوا شايفين عايرنا كده مع بعض المقادير. هنا ضربت السمنة مع الزبدة لحد ما بقيت كريمية كده وحلوة خالص. نزلت ببضاية بضاية، هننزل ببضاية اول ما تدوب خالص، ننزل بالتانية علشان السمنة والزبدة ما يفصلوش عن بعض. اوكي اهو زي ما انتوا شايفين واحدة ورا واحدة. وبعدين هنفصل البياض عن الصفار للبطين التانيين، وبعدين هنضربهم كويس وننزل بالدقيق بتاعنا شوية بشوية لحد ما يعني ننزل بالدقيق لحد ما العجينة تلم. انت طبعا على كل حسب كل دقيق، في دقيق بيحتاج ان هو ياخد سوائل كتير، وفي دقيق لا بيتشرب بسرعة. على حسب دول كيلو دقيق، ويفضل ان انت كل اللي انت تعيريه سواء سوائل او جاف، يعني من المواد الجافة او المواد السائلة، بنفس الكوباية علشان المعيار ما يزيدش معاكي ولا يقل. تمام السمنة زي السكر زي الزبدة يعني كله زي بعض. هنا هنلف العجينة لحد ما تلم. بدأت بقى اختبر العجينة بتاعتي، لقيتها ايه لسه ملزقة، عايزة شوية دقيق برضو تنزلي معلقة معلقة لحد ما ايه القوام بتاعك يلم. تمام هنا اخدت معلقة الاول ولفتها وبرضو اختبرتها بايدي التانية، لقيتها برضو لسه بتلزق. وبعدين علشان اتأكد رحت غسلت ايدي التانية علشان ايه اشوفها، برضو لقيتها برضو لسه محتاجة شوية. يعني هنا اخدت معايا كيلو دقيق، ويعني نقول نص كوباية او 3 معالق من الدقيق. تمام هنا خلاص كده مش عايزة اي حاجة تاني. هنبتدي نفصل العجينة بتاعتي وناخد بعض، يعني نقسمها الاتنين علشان نحط الكاكاو على الجزء التاني. تمام اخدت معلقتين من الكاكاو. الكاكاو يا بنات زي ما انتوا عارفين ان هو ايه يعني بيشد شوية في العجينة، بيخلي العجينة تتماسك اكتر. فرحت اخدت عليه ايه معلقة من السمنة على معلقتين الكاكاو، وكده خلاص العجينة بتاعتي مظبوطة وما فيهاش اي حاجة تاني. بس ما بتسيبوش يرتاح ولا اي حاجة، عادي الدنيا لسه يعني حلوة. مش والعجينة زي ما انتوا شايفين ان هي مش سايبة، وفي نفس الوقت مش ايه يعني مظبوط القوام بتاعها ما شاء الله. وكانت تحفة يا بنات زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. وعملت بالبلبلة العادية، كانوا دول الشكل ده مش عاجبني. بدأت هنا في التشكيل على طول بالبلبلة العادية بتاعت بلحة الشام، وكان شكله تحفة يا بنات. مشتريتلوش اي حاجة، يعني المكبس العادي اللي هو الكيس الحلواني ده العادي. واخدت البلبلة بتاعته، وهو هنا بشكل لكم وشكلنا طبعا، وعملت الاشكال. وهو الشكل اللي انت بتحبيه، لو عندك برضو المكنة بتاعت البيدي فور ماشي،
كيس الحلواني ماشي. الشكل ده على حسب الرغبة بتاعتك واللي انتي حاباه يبقى شكله عامل ازاي. تمام. دخل بس هنا بدأت بقى ادخل اسوي في الفرن. وهنا خلاص كانت البيديفور بتاعي طلع وزي الفل ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كمية الكيلو دقيق جابت كمية حلوة خالص يا بنات والله. هي اهم حاجة فرحة وان الولاد يبقوا مبسوطين. انتوا عارفين ان الخبيز ده والحاجات اللي زي دي بيبقى ايه خير في البيت وفرحة للولاد بيحسوا بيها ان هم عايزين يعملوا معاكوا. انا طبعا يعني انا كنت وريتكم جزء من الحاجات دي كلها بس ايه ما شاء الله ولادي خلف الكواليس عاملين عمايلهم يا ماما عايزين نشتغل. فهي حاجات مش مكلفة قوي. لو انتي من كل حاجة عملتي كوباية كوباية برضو هتسعدي ولادك مش مشكلة. بس اهم حاجة ان انا ما اخليش ولادي ناقصين ولا يبصوا لاي حد ولا اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده خلصت والتسوية بتاعته مظبوطة ما شاء الله. كان على درجة حرارة 190 على الفرن من تحت. شايفين يا بنات دايب ما بتشغليش عليه من فوق ابدا. الشواية بتسيبيه مع نفسه كده. سبته برد وارتاح. تاني يوم اخدت بعضي جبت الحاجات اللي انا هشكل بيها. ده صوص الفستق ودي شوكولاتة سايبة ودي نوتيلا ودي شوكولاتة بيضة. انا كنت مسيحاها على حمام بخار. وبدأت بقى احشي الحشوة بتاعتي اللي انتي حباه تحشيه. والتزيين ده برضو فرماسي الوان على فرماسي شوكولاتة سوداني مجروش مكسرات مشكلة جوز هند براحتك اللي يريحك. هنا زي ما انتوا شايفين مربى برضو انا جبت برضو مربى وصوص الفستق وشوكولاتة وشوكولاتة بيضة وزينتهم. وكان والله جابوا كمية حلوة خالص يا بنات وطعمه والله والله تحفة. جربوه مش هتندموا ان شاء الله. ما تنسوش يا بنات تحطوا اللايك وتشاهدوا الفيديوهات كويس لان انتم مقصرين معايا في المشاهدات. شايفين ادي الكمية كلها ما شاء الله من كيلو دقيق عملت كمية محترمة ودايب جدا. يلا اشوفكم على خير.